ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لك كده على طريقه جميله حلوه قوي 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 تعملي بها السمك دي من غير ما تقليه ومن غير ما تشويه، من غير ما تحطيه في اي زيوت ومعدتنا تتعبنا والكلام الفاضي ده. هنقليه النهارده بطريقه حلوه وجميله وهيطلع معاكي زي البلح الاحمر، مقرمش وجميل من غير ما تحطيه في نقطه زيت واحده. السمك ده عندنا اسمه بلاميطة، في بلاد تانية اسمه سمك روسي. مش عارفة بقى المكان اللي انت فيه اسمه ايه، قوليلي في الكومنت اسمه ايه في البلد اللي انت فيه. هنجيب السمك الجميل ده، بالمناسبة هو الكيلو منه دلوقتي ب60 جنيه. السمك ده عندنا الكيلو منه ب60 جنيه. طبعا انت هتقوليلي في الكومنت هو عندك اسمه ايه والكيلو منه بكام. مسكت السمك ده، هنضفه تنظيفه حلوه كده واشيل كل الحاجات الزياده اللي فيه دي. انا بحب اشيل الراس بتاعته كلها من فوق كده. وهنمسكه نفتحه ونغسله تحت الميه كده ونظبطه ونطلع كل اللي في قلبه. وهنجيبه كده عشان هننقعه في محلول حلو قوي هيشد الزفاره منه ومش هيخلي فيه اي حاجه. ظبطيه الاول كده ونضفيه وظبطيه الاول كده قبل ما تسهي معايا في موضوع السمك والسمك ياخدك. حطلي لايك للفيديو، ولو لسه بتشوفي قناتي لاول مره اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هناخده كده بقى ونروح تحت الحنفيه نغسله ونظبطه ونيجي نشوف هننقعه في ايه. بعد ما غسلناه كده وظبطناه وخليناه زي القشطه، هنجيب بقى المحلول اللي احنا هننقعه فيه وهنشوف عباره عن ايه. المحلول ده ما بيخليهوش فيه اي زفاره ولا اي دم ولا اي حاجه، وبالمناسبه ينفع برضو تنقعي في الفراخ واللحمه وكل الطيور. هنجيب كده ميه وهنحط في الميه دي معلقتين 3 من الملح، معلقتين 3 من الملح على قد الكميه اللي انت هتعملي فيها. وهحط حوالي ربع كوبايه من الخل، وهجيب ورق لورا وهحطه في الميه. الورق اللورا ده في الميه بالنسبه للزفاره ممتاز، بيشد اي زفاره في اي سمك في اي فراخ بط طيور اي حاجه. هنزل كده بالسمك بتاعه كله في الميه وهسيبه فيه بتاع نص ساعه ولا حاجه لحد ما يتنقع كده وينضف ويبقى زي الفل. بعد كده هنشيله من الميه دي نصفيه ونشطفه شطفه تحت الحنفيه كده كويس عشان نبتدي نشوف هنعمله ازاي النهارده. جبت السمك بتاعي بعد ما اتنقع له نص ساعه كده في الميه الجميله ده، بص زي الفل ما شاء الله على هوت. بصي يتاكل كده من غير ما يتسوى، نضيفه زي الفل ما شاء الله عليه. السمكيه دي اصلا سمكيه حلوه ما شاء الله عليها. هنيجي بقى نعمل له التتبيله الخطيره اللي هتخليكي تقولي انا باكل سمك بجد. معانا هنا خضرة من بتاعة المحشي، معايا فلفل اخضر ومعايا طماطم. الكلام ده كله هضربه في الخلاط، طماطم على الخضرة على الفلفل الاخضر او الشطة الخضراء. هاجي كده في طبق معايا وهروح مفضياه وهروح حاطه التوابل بتاعته. التوابل بتاعته عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح وعن شطة وكمون وبهارات سمك. ملح، شطة، فابريكا، كمون، بهارات سمك. كل الكلام ده هحطه على الخلطة اللي انا عملتها اللي هي طماطم وفلفل وخضرة من بتاعة المحشي بقدونس على شبت. الفابريكا حلوة قوي. حطيت معلقة كبيرة كده من الفابريكا واحط بقى معلقتين من الملح وهضرب الكلام ده كله في بعضه. الخلطة دي كلها كده هضربها في بعضها. احط معلقتين بس من الزيت عليها. كل الكلام ده بقى ست الكل اضربيه ببعضه وحطي ليمونه. نسيت عصره الليمونه، هنحط عصره الليمونه اهي زي الفل كده. كل الكلام ده بقى هنضربه ببعضه كده عشان ندخل كل التوابل دي في بعضها كده. وهنبتدي ان احنا نتبل بيه السمك بتاعنا اللي هتاكلي صوابعك وراه وهتحلفي معدتي حاطه سمك في الزيت تاني. لازم ما تعملوهوش غير بالطريقه دي. اجيب السمك بتاعي الاول كده، ابتدي ان انا افتحه بالسكينه كده من الظهر بتاعه من فوق. كل سمكيه كده 3 فتحات عشان السمكيه بتاعتي كبيره. لو السمكه بتاعتك اصغر من كده ممكن تفتحيها فتحتين بس. هفتح السمك بتاعي كله بالطريقه دي من الجنب ده ومن الجنب ده. هبتدي بقى ان انا اخد السمك بتاعي كده وبالمعلقه كده وبالتتبيله واسقي كل الفتحات اللي انا فتحتها في السمك كده واحده واحده. ليه بقى؟ انا عايزه التتبيله دي تخش في السمكيه من جوه.
يعني بصي عايزة كل السمكة من جوه ومن بره تشرب من التتبيلة اللي انا عاملاها دي، علشان كلها تطعم من التتبيلة وتبقى ايه شاربة كلها منها كده. وهناخد برضو نحط في قلبها من جوه، المهم نسقيها كلها من بره ومن جوه، عشان التتبيلة دي هي العامل الاساسي في طعم السمك بتاعنا النهاردة، هتديكي طعم خرافة. اعملي بقى كل الكميه بالشكل ده بالمعلقه واحده واحده كده واسقيها. انت هتقولي لي طب ما انا ممكن احطها في حاجه واكب عليها التتبيله دي، ما هو انا في الاخر هعمل كده، هحطها في البوله واكب عليها التتبيله، بس بعد ما اكون اتاكدت ان سقيت كل القطع بتاعه السمك من التتبيله دي، وان كلها شربت منها وكلها كده اتبلت بيها. هبتدي ان انا احطها كده في البوله بتاعتي، وانزل بكل كميه التتبيله اللي عندي بقى، اغطس فيها السمك كده كلها، وابتدي ان انا اغطي عليها واركنها بقى نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، لحد لما نيجي نسوي السمك بتاع ده. كل ما تسيبيها في التتبيلة وتشرب منها، كل ما هتديكي طعم لذيذ وجميل ما شاء الله. تعالي بقى نحضر الصينيه اللي احنا هنرص فيها السمك الجميل ده. هات الصينيه بتاعتك بقى على قد كميه السمك اللي عندك، وعندك بقى فلفل اخضر، لو عندك فلفل احمر حطي، هتجيبي برضو بصل، عندك فلفل الوان حطي، انا عندي فلفل اخضر وعندي بصل حلو قوي كفايه. هخرط الفلفل الاخضر وهخرط البصل عباره عن شرايح كده مدوره، وهفردهم في قلب الصينيه اللي انا هسوي فيها السمك. تقدري تحطي بطاطس، تقدري تخرطي بطاطس تحطيها، تقدري تحطي شرايح طماطم، حطي اللي انت عايزاه، بس انا استكفيت بالبصل وبالفلفل. رصيتهم كده في الصينيه، مليت بهم الصينيه. هجيب بقى السمك بتاعي بقى بعد ما شرب من التتبيله كده وبيغني كده ويقول يا سيدي، هرصه بقى كده في الصينيه. طبعا انا مولعه الفرن من تحت وسايباه يسخن. هاخد بقى الصينيه دي بعد ما ارص فيها السمك كده، وهزقها في الفرن بتاعي وهقفل عليها واسيبها. بعد تلت ساعه بالظبط هروح ابص عليها، لقيت الوش احمر من فوق، هقلبه على الجنب التاني. طبعا انا جبت الفرشه وببتدي ان انا ادهنها كلها وشها كده، انا ما حطيتش زيت ولا حطيت اي حاجه، عشان انا حاطه معلقتين زيت بس في التتبيله. لو ما حطيتيش زيت في التتبيله تقدري معلقه واحده وتدهني بيها الوش كده. دهنت الوش كله كده بالتتبيله، هزقها بقى في الفرن. وبعد تلت ساعه هروح ابص عليها، لقيت الوش كله احمر، هبتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني. وكلي بقى يا ستي، كلي بقى يا ستي احلى صينيه سمك. شفت الجمال؟ لو انت حطاها في الزيت، لو انت حطاها في جيركن زيت وقليها في جيركن زيت، مش هتديكي اللون الروعه ده. السمك بقى لما بتحط في التلاجة بيبتدي بقى الخضار اللي تحته، الفلفل والبصل والحاجه اللي تحته بتسرد بقى كده وبتتحمر كلها. بيبتدي الفتحات اللي انت مفتحاها في السمك من فوق بتبتدي ان هي تتفتح اكتر وبتحمر من جوه، السمكه حمرا من جوه. الفتحات دي بتفتح اكتر كده، بتوسع مع النار، وبتبتدي ان هي تحمر من جوه. شرايح الليمون الخضراء معاكي بقى، تقدري تحطي عليه شرايح ليمون قبل ما يخش الفرن، وشرايح الليمون. وكلي بقى يا ستي احلى صينيه سمك، وقولي يا سيدي على الجمال. ان عجبتك بقى صينيه السمك الجميله دي، قولي لي في الكومنت ايه رايك، وحطي لي كده لايك جميل للفيديو، واشتركي في قناه طبخ اسهل مع امل لو لسه ما اشتركتيش فيها. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير، والطبخ اسهل مع امل.